أنا وجوزي في بداية حياتنا كنا على قد حالنا جدا. ظروفنا كانت صعبة زي أي اتنين لسه في بداية حياتهم. اشتغلت وهو كمان اشتغل وابتدينا نبني بيتنا طوبة طوبة زي ما بيقولوا. في الأول كنا مأجرين شقة أوضة وصالة وحمام ومطبخ. اشتغلنا طبعا زي ما قلتلكوا، عملنا جمعيات كتير. لما ربنا فتحها علينا اشترينا شقة كبيرة. وطبعا أنا حبيت أجيب الشقة كبيرة علشان خاطر يبقى لكل طفل من أطفالي أوضة. الأيام بتعدي وأنا وجوزي مرتاحين وحياتنا مستقرة، لحد اليوم اللي مامته كلمته فيه وقالت له أنا عايزاك ضروري جدا. بعد ما رجع من عندها كان متضايق ووشه متغير. قلت له في ايه؟ قال لي في حاجة حصلت مضايقاني ومش عارف اتصرف فيها ازاي. قلت له خير ان شاء الله، هي مامتك ما بتتصلش بيه غير لما بيكون في مصيبة. قال لي هي مش مصيبة بس حوار. قلت له طيب احكي. لقيته بيقول لي انتي عارفة ان انا الابن الكبير لامي، وبابا توفى من سنتين وحاليا ما بقاش ليهم غيري. قلت له ايوه وبعدين. لقيته بيقول لي امي قالت لي ان الشقه بتاعتنا كبيره جدا واحنا عددنا مش كبير قوي علشان نقعد في الشقه دي، واقترحت عليا اني ابيعها واساعد اخويا في تجهيز شقته. بصيت له باستغراب وقلت له واحنا مين ساعدنا؟ قال لي بس انا الكبير. قلت له بس اخوك راجل، لو كانت بنت ما كنتش هعترض، بس ده زيه زيك والمفروض يعتمد على نفسه علشان لما يتجوز يحافظ على بنت الناس اللي هياخدها من بيت ابوها. قال لي طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ قلت له قول لمامتك لا، وما تنساش ان كل اللي احنا فيه ده انا وانت السبب فيه، يعني الحاجه دي مش بتاعتك لوحدك. قال لي ما انا عارف بس الصراحه مش عارف اقول ايه لامي، وطلب مني ان انا اللي اكلمها، وانا حاليا مش عارفه اعمل ايه، يا ريت تساعدوني.